اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. النهاردة هنعمل مع بعض فطاير جوع آخر الليل. هنعملها بطريقة جميلة جدا جدا ورهيبة، إن شاء الله هتعجبكم. بس امشوا معايا على خطواتي. أنا عملت الفطاير ديت بمكونات قليلة جدا وبسيطة. أكلنا منهم فطيرة واحدة وشبعنا خالص، كانت مشبعة خالص وهشة وعالية. بس انتوا خليكم معايا وامشوا على الخطوات وشوفوا احنا عملناها ازاي بمكونات بسيطة جدا. ممكن تعملي أحلى فطاير في البيت. انا جبت طبق اهوت وبدأت انزل بثلاث كوبايات دقيق صغيرين. هما المج دوت، الكوبايات اللي زي المج. 3 كوبايات دقيق نزلت بيهم علشان اعمل الفطاير بتاعتي اهوت. نخلتهم كويس جدا وهبدأ ان انا اعمل احلى فطاير في البيت. جبت معلقة صغيرة بيكنج باودر وجبت رشة ملح، وهبدأ ان انا اقلب الخليط كله ده في بعضه. طبعا انا بحب ان انا اقلب الخليط الجاف في بعضه، بيديني نتيجة جميلة جدا جدا في العجينة اللي انا بعملها. فانا هبدأ اقلبه كويس جدا مع بعضه الخليط الجاف كله. خلاص اتقلب مع بعضه. جبت معلقتين كبار جبنة بطعم الجبنة الرومي. طبعا الجبنة اللي انت عايزاها جيبيها، بس انا كانت عندي جبنة بطعم الجبنة الرومي، فرحت هي دي اللي انا نزلت بيها علشان اعمل بيها الفطيرة بتاعتي. وجبت المية بقى الدقيق دوت. ال3 كوبايات دقيق اخدوا كوباية ونص مية او كوبايتين الا ربع. كل نوع دقيق على حسب المية، يعني مش كل دقيق بياخد نفس المقدار، لان في دقيق بيبقى كل نوع دقيق ليه مقدار مية مختلف خالص. وبدات انزل شويه بشويه عشان انا عايزه اعمل قوام، يعني اللي انا عاوزاه، القوام اللي انا عاوزاه ما يبقاش خفيف او ما يبقاش تقيل. فانا بدات ان انا انزل بالميه شويه بشويه، ونزلت بالبيضه وعليها رشه فلفل اسود والملح. وبدات ان انا اقلبها بقى مع الخليط بتاعي اللي هو العجينه اللي انا عملتها للفطيره. هقلبها كويس. شلت خلاص الاسباتولا وجيت ان انا اجيب المضرب علشان اعمل القوام بتاعي وما يبقاش فيه اي تكتلات. اهي ما شاء الله، بصوا ده القوام اللي انا عاوزاه. انتي طبعا هتظبطيه في مقدار الميه بتاعك. خلاص كده اداني القوام اللي انا عاوزاه. بصوا احلى فطاير هتعمليها في اقل وقت. رحت حطيت الطاسه بتاعتي على النار، وحطيت فيها شويه زيت صغيرين علشان افردهم في الطاسه، علشان ان انا اعمل الفطيره بتاعتي على السريع. مش هنحطها في الفرن ومش هنعمل اي حاجه. خلاص كده ان انا حطيت شويه رشه الزيت جوه الطاسه، وهنزل بالخليط بتاعي. اخد مغرفتين كبار في الطاسه من خليط الفطيره اللي احنا عاملينها. بس عايزه اقول لكم حاجه. ال3 كوبايات دي ممكن تعمليها 3 فطاير. يعني كل كوبايه دقيق هتعملك فطيره، يعني ال3 كوبايات دقيق المفروض يعملوا 3 فطاير عشان ما يبقوش عاليين قوي. هي كانت هشة وكانت جميلة جدا، بس انتي ممكن تعملي منها 3 فطاير هيبقوا جمال. بصوا ما شاء الله، وانا بقلبها كانت هشة وعالية ازاي. قلبتها على الوش التاني، مش هسويها قوي يعني، يا دوبك بس تستوي. بس هي كده كده مستوية من جوه، بس انا اكمل الحاجة اللي فوق. وبعد كده هقلبها تاني علشان انا مش عايزة احمرها. انا كده حمرت الناحية دي، مش عايزة احمر دي، انا عايزاها كده. قلبتها اهي. وهبدأ انزل عليها بالجبنة بتاعتي. طبعا اي جبنة انت حباها حطيها عليها براحتك. انا كان عندي موتزاريلا، نزلت بيها على الفطيرة بتاعتي. وجبت الزيتون وبدأت ان انا برضو اعمل ليها شكل. طبعا انت دي حاجة ترجع لك، انت عايزة تحطي جبن بس وخلاص كده هتبقى طعمها جميل جدا. فانا قلت بقى احط لها بقى اكملها كده حبشها تدي طعم برضو حلو خالص. وقطعت قرنين فلفل كده، يعني ما بين حار وبارد شوية. ورحت غطيتها شوية سيح الموتزاريلا. بعدين رحت رافعة تاني، قلت لا اقطع عليها نص طماطمية كده برضو هيديها شكل وطعم. ورحت مغطياها وسبتها بقى لغاية اما الموتزاريلا بتاعتي الموتزاريلا اللي عليها تسيح.
غطيتها بالغطا، وسبتها دقيقتين اتنين بس. بصوا ما شاء الله كانت جميلة، وكانت ريحتها رهيبة جدا جدا. خلاص كده طبعا انا عملت فطيرتين، نزلتها في الطبق اهيت، ورحت اعمل الفطيرة التانية. عملت الفطيرة التانية اهيت طبعا، ونزلت بيها في الطبق اهي. بثلاث كوبايات دقيق عملت بيهم احلى فطيرتين جمال جدا، وكانت هشة وخطيرة وعالية، وكانت رهيبة جدا جدا. طبعا مع البطاطس اكلنا فطيرة واحدة بالعافية وما شاء الله، والتانية سيبناها لتاني يوم الصبح. طبعا كانت خطيرة. كده عملت احلى فطيرتين كان طعمهم خطير جدا جدا. ابني قال لي يا ماما انا هشارك معاكي في الفيديو ده، قلت له تعالى يا حبيبي حضر حاجتك وتعالى. قطع البطاطس وبدأ ينزل بالمكونات بتاعته حاجة حاجة. جاب بطاطس وقطعها، وجاب بابريكا وكمون وشوية شطة صغننين، وحط معلقة نشا كبيرة ورشة صغيرة من الخل، وراح مقلبهم كويس جدا جدا كلهم ببعض. قلب الخليط بالبطاطس كويس جدا لغاية ما ادت اللون ده. حطيت له طبعا الطاسة على النار، ومسكت الطاسة انا كويس، وهو قال لي بقى انا هكمل الحاجة طالما انا بدأتها هكملها للآخر. بس انا كنت ماسكه له الطاسة علشان الزيت انا بخاف منه، ربنا يعافينا يا رب ويبعد عننا اي حاجة وحشة. مسكت الطاسة كويس، وهو بدأ ايه ان هو يعمل البطاطس. ما شاء الله شطورة جميل جدا. وراح عمل البطاطس كانت خطيرة، وكان طعمها رهيب جدا جدا. طبعا فاضل حبة خليط من اللي هو عمله. قال لي ماما ده جميل، قلت له بابا بص حطها فوق البطاطس من فوق، على بال ما تتحمر الناحية التانية هتكون ايه آه البطاطس مسكت فيها. وبدأ ان هو يقلبها. خلاص اما اتحمرت على الجنب الاولاني، طبعا هي كانت حمرا، معرفش ليه الكاميرا جايباها بني، بس هي كانت حمرا وكانت جميلة جدا. خلاص كده هي استوت، بدأ يطلعها خلاص اهي. ما شاء الله يا حبيبي شيف جميل. وطلع البطاطس كانت جميلة، وكانت حارة شوية نص نص كده، وكانت طعمها كان جميل جدا. والبطاطس كانت جميلة جدا جدا. تسلم ايدك يا شيف محمد. واكلنا فطيرة واحدة مع البطاطس دي، وكانت مشبعة جدا وجميلة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. ما تنسونش بالاشتراكات واللايكات وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.